السلام عليكم. لا حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الساعات الماضية إلا عن الطفل الموهبة عدنان الحجام أو ميسي المغرب كما يلقبه الجميع، الذي أبهر كل المتابعين بموهبته ومهاراته العالية في مداعبة الكرة، وسنه لا زال دون السابعة. حكاية الموهبة عدنان بن مدينة سيدي قاسم اشتهرت على نطاق واسع بعد أن تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقها له صديق والده، ولاقت استحسان وإشادة كل المتابعين الذين طالبوا بضرورة احتضان هذه الموهبة البارزة، سيما أن طموحات ميسي المغرب فاقت كل التوقعات بعد أن أكد رغبته في اللعب لفريقه المفضل الرجاء البيضاوي، ولم لا الاحتراف بنادي ريال مدريد. مباشرة عقب ذلك تلقى والد ميسي المغرب أولى بشارات الخير، حيث أكد في تصريحات صحفية أنه تلقى اتصالا من رئيس الرجاء محمد بودريقة الذي وعده باحتضان عدنان، قبل أن يتلقى اتصالا آخر من رئيس الجامعة فوزي لقجع الذي تعهد بإلحاق ابنه بأكاديمية محمد السادس، وسط فرحة عارمة بين كل محبيه ومتابعيه الذين توقعوا أن يكون خلال قادم السنوات جوهرة كروية استثنائية من شأنها أن تقدم الشيء الكثير لكرة القدم المغربية. في ذات السياق شدد كل المتابعين على أن الطفل عدنان ما هو إلا امتداد لعدد كبير من المواهب الكروية التي تزخر بها شوارع المملكة، والتي للأسف الشديد تموت في صمت بسبب غياب الاهتمام الضروري، وأيضا غياب المنقبين الذين كانوا حتى وقت قريب يزودون أندية البطولة بلاعبين يبرز نجمهم في ملاعب الأحياء، الأمر الذي يستوجب التفكير في مبادرات تروم البحث عن مثل هذه المواهب التي يمكن صقلها وتكوينها بشكل احترافي حتى تستفيد منها الفرق والمنتخبات الوطنية. وحالة الطفل عدنان تعد خير دليل على أنه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. إلى هنا ينتهي خبر اليوم، شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.